واسترجاع لروح الثورة، استكمال لأهداف الثورة، القصاص للشهداء وكل من قتل وعذب وسحل واعتقل، تطهير الداخلية ومحاكمة الفاسدين للحد الأدنى والحد الأقصى. بنتكلم على عدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحقوق. بنتكلم على عدالة اجتماعية تقرب بين الفوارق. بنتكلم على رفض صندوق النقد الدولي. بنتكلم على لا المحاكمات العسكرية ورفض الوصاية العسكرية. بنتكلم على عدم التصالح مع نظام مبارك. هي دي الأهداف اللي نازلين عليها النهارده. نفضل نضغط لغايه لما تحقق مطالبها وبعد كده نبقى نحتفل بتحقيق المطالب. الثورة مستمرة لحين تحقق أهدافها بنفس الطريقة اللي بدأت بيها. هنكمل المشوار ثوار أحرار، هنكمل المشوار ثوار أحرار، هنكمل المشوار. سنستمر يا بيه ما تزوقش يا بيه وفي استخدام كل وسائل التعبير السلمي من أجل تحقيق كافة أهداف الثورة. لن نخذل دماء الشهداء أبدا. سنظل نناضل حتى نحصل حتى يتم القصاص لشهداء مصر. سنظل نناضل حتى يتم القصاص لمن أصيبوا أو كانوا فقدت أعينهم. سنظل نناضل حتى نحقق العدالة الاجتماعية للشعب المصري، حتى يجد الشباب وحتى فرص عمل ويجد المواطنين حقهم في العيش الكريم. سنظل نناضل حتى يتحقق الاستقلال الوطني الذي هو أحد أهم أهداف ثورة مصر. لن تخضع مصر تحت أي نظام حكم لهيمنة أمريكية أو صهيونية. لن تخضع مصر لهيمنة أي فئة أو حزب بعينه. ستظل مصر ملكا لكل المصريين. على نظام الحكم الحالي أن يعلم أنه لن يستمر إلا بالتوافق مع كافة المصريين، إلا بالتعاون مع كافة المصريين. وعليه ألا يتصور أيا كان هذا النظام أنه يستطيع أن يدير الوطن بحزب معين أو بفئة معينة. سنظل ننادي عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية.